حل وسط يا مريم، انا مش جاي اخلص في عربيه توسان وادفع اقساطها، احنا بنتكلم في جواز يا عمي. ما تقوم تديها قلمين يا عمر. لا هيقوم اديها قلمين، ما تتكلمش ببقك. ولا خدها ونقوم ننام بدري عشان انت ترتاح شويه. قوم يا بنت ما تعمليش صوت عشان عمر عايز جرى يا عمر. لا يا عم اكيد ما اقصدش، بس الكلام برضو يبقى في المعقول يعني. هو انت يا ابني مش شاري مريم؟ طبعا يا عمي. وهتحافظ عليها عمرك ما هتجرحها في عيني. خلاص يبقى خايف ليه تمضي على القايمه؟ ده حته ورقه بنضمن بيها حق بنتنا، وفي الاول وفي الاخر بتترمي في النيش. وطول ما انتوا كويسين وسمنه على عسل ملهاش اي صفه. ولا انت بتخوننا؟ ما ده لا تكون بتخوننا يا عمر، لا يكون بيخوننا يا مريم. عمر هو انت بتخوني؟ اخون مين؟ انت اتعبطتي يا عمي. لا انا شايف ان كنتوا اللي بتخونوني كده مش انا، عشان افضل مع مريم على العجين ما يلخبطوش. ولو فكرت ان انا اقول لها حتى ان الاكل ناقص ملح، ولا نازل اسهر مع اصحابي، ولا نتناقش بين اي اتنين متجوزين عادي في الدنيا، افتكر ان في ورقه انا ماضي عليها مريم تقدر ترفع بيها قضيه ونقعد نبيع ونشتري في بعض. يا عمي دي مش عيشه بين اي اتنين متجوزين ولا حتى بيحبوا بعض، ولا ترضي ربنا. بص يا عمي، شرع ربنا بيقول